أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد دائما مع أخبار المنتخب الوطني الجزائري. كانت صور الحصة التدريبية الأخيرة للشبالي القائد أو لرفقائه القائد رياض محرز على ملعب التدريبات التابع لملعب الجوهرة المشعة بجدة بالسعودية، استعدادا للمواجهة الودية الثانية المقررة يوم غد بداية من الساعة 5:30 على ملعب الجوهرة المشعة بجدة بالسعودية. إذن الخضر أنهوا استعداداتهم لهذه المباراة الودية الثانية ضد المنتخب السعودي المنظم الذي يلعب كرة جميلة. إذن أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش جاهزون لهذه المواجهة رغم الإصابات التي أبعدت الكثير من اللاعبين عن هذه المواجهة وعن التربص الذي أقامه الخضر في السعودية بداية بالمباراة الأولى ضد المنتخب الزيمبابوي. إذن هذا كل ما في هذا الفيديو. شاركونا آراءكم في التعليقات ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.